النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن صحابي جليل، وهو واحد من العشرة المبشرين بالجنة، وهو أول من أسلم ودخل في دين الله. هو أول من أسلم من الرجال. هنتكلم عن مين؟ هنتكلم عن أبي بكر الصديق. سموا الله وصلى على رسول الله. اللهم صل وزد وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. أبو بكر الصديق اتولد بعد عام الفيل ب2 و6 شهور. اسمه هو عبد الله ابن أبي قحافة عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد التيمي القرشي. أبوه كان اسمه أبو قحافة عثمان ابن عامر ابن عمرو التيمي القرشي. أمال إيه أبو بكر الصديق؟ أبو بكر الصديق لأنه هو أول من أسلم من الرجال، والصديق لأنه كان متلازم تصديق النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إيه؟ يعني كانوا لما يقولوا له إن سيدنا محمد بيقول كذا أنت تصدقه، يقول له إذن قال محمد هذا فقد صدق. فالرسول عليه الصلاة والسلام سماه الصديق. تمام. أمه كان اسمها أم الخير سلمى بنت صخر بنت عامر التيمية القرشية. لو اتكلمنا عن اخواته كانت قريبة بنت أبي قحافة، وأم عامر بنت أبي قحافة، وأم فروة بنت أبي قحافة. لو اتكلمنا عن زوجاته فأبو بكر الصديق اتجوز 4 زوجات. اتجوز قتيلة بنت عبد العزة، وأم رومان بنت عامر، وأسماء بنت عميس، وحبيبة بنت خارجة. أما عن أولاده فكان عنده عبد الرحمن وعبد الله ومحمد، وكان عنده من البنات أسماء وعائشة وأم كلثوم. أسماء اللي اتلقبت بذات النطاقين. ليه اتلقبت بذات النطاقين؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في الغار هو أبو بكر الصديق كانت رايحة تودي لهم الأكل، فخدت النطاق بتاعها قطعته وقسمته بالنص، خلت نص تتغطى هي بيه والنص التاني تغطي بيه الأكل. فالرسول عليه الصلاة والسلام لقبها بذات النطاقين. كان أبو بكر الصديق في الجاهلية كان من أغنياء قريش، ما كانش إنسان فقير ولا حاجة، ده كان غني، وكان عمره ما شرب الخمر أبدا. وكان أول ما الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه للإسلام أسلم على طول. فهو أول من أسلم من الرجال، وأول من أسلم من الصبية هو علي بن أبي طالب، كان عنده 10 سنين. أول من أسلمت من النساء هي السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. تمام. أبو بكر الصديق شارك مع النبي في غزواته، وكمان هاجر مع النبي من مكة إلى المدينة. وأثناء مرض الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه الأخير خلى أبو بكر الصديق هو اللي يؤم الناس يصلي بيهم في أثناء مرضه. ولما الرسول عليه الصلاة والسلام حس إن هو هيموت عمل إيه؟ خلى أبو بكر الصديق يبقى الخليفة من بعده. فلما توفى الرسول عليه الصلاة والسلام بيعوا أبو بكر الصديق على الخلافة. الرسول اتوفى يوم الاثنين 12 ربيع الأول سنة 11 هجريا. الرسول اتولد يوم الاثنين وتوفى يوم الاثنين. الرسول ما عملش عليها أفضل الصلاة والسلام غير حجة واحدة اللي هي حجة الوداع، كانت سنة 10 هجريا. تمام. بعد ما توفى بيعوا أبو بكر الصديق على الخلافة. فعمل إيه أبو بكر الصديق؟ بدأ بإدارة شؤون الدولة وعين الولاة وعين القضاة. وحصل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات في قبائل كتير ارتدت عن الإسلام، زي ناس كتير ادعت النبوة، زي الأسود العنسي وزي مسيلمة الكذاب. فعمل إيه أبو بكر الصديق؟ آه، بعت يعني إيه بعت جيوش لقتال المرتدين. تمام. لحد ما خلاهم يرجعوا تحت راية الحكم الإسلامي. بس اللي حصل هم انتصروا، بس في ناس كتير من حفظة كتاب الله اتوفت في الفترة دي في المعركة دي. تمام كده. عمل ايه كمان ابو بكر الصديق؟ لما حروب الردة، لما انتهت حروب الردة بدأ ابو بكر الصديق بتوجيه الجيوش الإسلامية لفتح العراق وبلاد الشام. فتح معظم العراق وجزء كبير من أرض الشام. اتوفى بقى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم الاثنين 22 جماد آخر سنة 13 هجرية، وكان عنده 63 سنة. رحم الله أبو بكر الصديق. ربنا يجعلنا من المغفور لهم. قولوا آمين. وإحنا في أيام مباركة، في أيام ذو الحجة، كل سنة وحضراتكم طيبين.
الدعوة مستجابة، فأكثروا من الدعاء إلى الله لعل وعسى تكون ساعة إجابة ربنا يتقبلها منكم. أكثروا من صالح الأعمال ومن الصيام، صوموا الأيام دي أيام مباركة في الصيام. دمتم في حفظ الله وأمن